تنفع فيديوهات اليوتيوب دي خالص، بس اكيد في طريقة اسهل. وبعدين بقالي ساعتين بشوف فيديوهات وما جمعتش حاجة من المنهج برضه. شكلها مادة تقيلة ومش تتلم بسهولة. انا هقوم انام وبكرة بقى يبقى حلها الف حلال. لازم اشوف مذكرة تبقى مبسطالي المنهج مهما كان صعوبته. بس دي هجيبها منين بس؟ طب والعمل ايه؟ ازاي اجمع المادة دي صح؟ ايه جت حلوه. تعالى اقول لك بقى ايه هي ايكوجينيا. احنا سمينا مذكرتنا الترم ده بالاسم ده، اخترنا كلمه من اشهر الكلمات اللي في اللغه اليونانيه. طب هي معناها ايه؟ العائله. طب وايه العائله؟ والله هي ليها سببين. اول سبب ان المذكره دي مجمعه لك كل حاجه، شرح هتلاقي، امثله هتلاقي، اسئله ثانويه عامه هتلاقي، اسئله واجب هتلاقي. طب المذكره دي كام سؤال؟ والله ما رضيتش اخدك وعملت لك 750 سؤال بس. طبعا مش دي الاسئله بس اللي هنحلها مع بعض. المذكره دي فيها شرحك، منهجك كامل زي ما قلت لك، اسئله ثانويه عامه، اسئله كل حصه غير اسئله الواجب اللي هتحلها، اسئله بكل التفاصيل على كل نقطه في المنهج. سواء انت طالب في سنتر او اونلاين، المذكره موجوده معانا هتلم لك كل حاجه، مش هتحتاج تجيب اي كتاب خارجي تذاكر منه او اي حاجه تانية. ما تقلقش، ال60 مضمونه عشان احنا مع بعضينا بتوفيق ربنا. وما تنساش ان انت ابن آية علي.